بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بشيخنا الفاضل شيخنا الحبيب محمد بن العالي إمام مسجد الرحمة الحمدانية في هذا الحوار الإيماني الذي سيكون هدفه كيف نستعد لشهر رمضان بإذن الله جل وعلا، كيف نستعد لشهر رمضان من أجل اغتنامه واستغلاله، ولأجل أن يكون منطلقا للتمكين الإسلامي والمسلمين. رمضان مدرسة التغيير بإذن الله جل وعلا. هذه المدرسة التي مدتها 30 يوما، كيف نستعد لها وكيف نغتنمها بإذن الله جل وعلا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في ظلال هذه الآية يحدثنا الشيخ محمد بن العالي جزاه الله خيرا عن الهدف الأسمى والأساسي من الصيام، فليتفضل جزاه الله خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا البيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى بجوار نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبونه والذين رضي عنهم ورضوا عنه، آمين يا رب العالمين. بعد شكر الله عز وجل، شكر فضيلة الشيخ عبد الرزاق على إتاحة هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه النيرة في هذا المسجد المبارك، في هذا البيت من بيوت الله، ونحن في أيام الانتظار لتلك الأيام المعدودات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن ينصر إخواننا في غزة في أرض العزة، أن يمكن لهم وأن يثبت أقدامهم، أن يرد كيد عدونا وعدوهم، آمين يا رب العالمين. رمضان أيها الإخوة الكرام هو فرصة للإنسان المسلم ليتنقى وليرتقي، فرصة، وأي فرصة ليتنظف ويتطهر، فرصة أيها الإخوة الكرام للفوز بمرضاة الله سبحانه عز وجل. غاية كل واحد منا أيها الإخوة أن ينال مرضاة المولى عز وجل، وأن يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولأن مولانا الكريم سبحانه عز وجل لا يريد لعباده إلا الخير، دائما يجعل هذه المحطات أيها الإخوة محطات فارقة في حياة الإنسان، محطات وأوقات وأيام فاضلة يشتاق إليها الإنسان المؤمن. وهذا الذي يشتاق إلى هذه الأيام أيها الأحبة لا بد له أن يستعد لتلك الأيام. كذلكم الإنسان الذي عنده ضيف قادم عزيز عليه، وربما غاب عنه سنوات وسنوات. تخيلوا معي أيها الأحبة، واحد من الناس عنده الوالد ولا الوالدة ولا وليده ذهب إلى أرض غريبة بعيدة، انقطع الخبر عنه، وبقي مدة من الزمن وازدادت الأشواق وهو يتساءل، ثم قيل له بأنه سيصل في اليوم الموالي أو في اليوم التالي
في يوم من الأيام مثلا إلى أرض الوطن، ينزل في المطار على الساعة الفلانية. تخيلوا معي حجم الشوق الذي يكون في قلب هذا الإنسان وهو ينتظر قدوم هذا الغريب، قدوم هذا الحبيب، قدوم هذا الذي لطالما اشتاق إليه هذا الإنسان. الأكيد أنه سيعد تلك الساعات بلحظاتها، وساعة الوصول، الدموع التي تنهمر ويعانقه ويحتضنه لأنه كان يشتاق إليه وكان يحبه. الإنسان المؤمن مع هذه المواسم أيها الإخوة هكذا. لماذا؟ لأنه يرى أن من نعم الله عز وجل عليه أن يطيل عمره في أن يبلغه هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أيها الإخوة. فتجده دائما يشوق نفسه، ودائما يحدث نفسه، ودائما تجده لا يغفل عن لحظة من اللحظات في أن يجعلها هذيك اللحظة يزداد فيها شوقا إلى قدوم تلك الأيام. لماذا أيها الأحبة؟ الشيخ نتكلم عن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. باش تكون عندكم هذيك التقوى التي تؤهلك باش تدخل الجنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن أنا الآن جاي رمضان كأني سأحصل على هذه التأشيرة إن صح التعبير باش نكون مؤهل للدخول الجنة. نعمة كبيرة، نعمة عظيمة. إذن يبدأ عندي هذا الشوق، ويبدأ عندي أيضا هذا الشوق إلى لقيا هذه الأيام، وبجانبها خوف وقلق ألا أبلغ تلك الأيام، وربما أبلغ تلك الأيام ولا أنال ما يريد الله عز وجل لي أن أتحصل عليه. فيبقى الإنسان في هذه الأيام وهو في ذلك الاستعداد وذلك السباق نحو التنقي، يتنقى، يتهيأ، لأنه في أيام التهيئة. هذه الأيام أيام تهيئة لنستقبل أيام التهنئة. تهنئة أين تجدها؟ تجدها في رمضان، تجدها حينما تستعد حق الاستعداد في غروب شمس آخر ليلة من شعبان. في لحظة الغروب تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل وأن يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بمعنى حتى هذه الليلة، نعم حتى هذه الليلة، لحظة الغروب الله عز وجل فلان وفلان 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 وفلان، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اعتقت رقابكم من النار. متى عملوا هؤلاء الناس؟ متى قاموا ومتى صاموا؟ الآن غربت شمس شعبان. هؤلاء نظر الله إلى قلوبهم، وجد فيهم هذا الشوق، هذا الاستعداد، هذا التجهز، راح يخليهم يتلذذون. شعبان شهر للتجهز، أما رمضان فشهر للتلذذ، تتلذذ بنعم الله سبحانه عز وجل. ولذلك أحد الصالحين يعطينا هذا المثال ويفهمنا كيف نشتاق وكيف نستعد لهذه الأيام المباركات. يقول: إن الأيام الفاضلة أيام الأشواق، أيام التهنئة. الإنسان إذا دخلها بقلب ملوث قيل له تنظف، أما إذا دخلها بقلب نقي ملئ عسلا. شتو خوتنا الإنسان الذي عنده مثلا مكان، دكان أمامه، واحد من أهل الخير يوزع في العسل، وبعدين قال للناس: تعالوا اليوم سأعطيكم العسل. الناس يأتون بآنية، كل واحد بوعاء. العقلاء
أكيد يختارون الأوعية الواسعة، الأوعية الكبيرة التي تحمل أكثر، الأوعية النظيفة. لماذا؟ لأنه عسل، مجرد وجود شيء من الخل يفسد ذلك العسل، فما بالك بشيء آخر. هؤلاء العقلاء يأتون بهذه الآنية. الغافل ينظر هو داخل أي إناء يجده في الطريق يحمله. هذا الإناء متسخ، هذا الإناء قد يكون مشروخ، هذا الإناء قد يكون إناء صغير. لما يدخل وين يوزع العسل ينظر هذا الذي يوزع في العسل، هذا الإناء متسخ، يقول له خذ هذه القارورة، اذهب نظف هذا الإناء وتعال نعطيك العسل. يذهب صاحبنا ينظف ذلك الإناء، قد يكون هذا الإناء مشروخ إذا لا يصلح أن يملأ عسلا، قد يكون هذا الوسخ وسخ كبير جدا يحتاج إلى منظفات أكثر، وإذا نظفه قد يكون هذا الإناء صغير فيأتي وسبقه الناس، سبق كثير، ناس ملأوا وتحصلوا على أفضل أنواع العسل الموجودة وتخيروا، ومن أخصب تخير كما يقال، ويأتي صاحبنا هذا مع الأخير وقد سبق بأشواط. تماما أيها الإخوة، هذه الأيام ونحن نحدث أنفسنا في استقبال شهر رمضان المبارك، إذا نظرنا إلى هذه النعم التي ستعطى لنا في رمضان، وكان عندنا هذاك الاستعداد حقيقة لاستقبال هذه الأيام الفاضلة، للتلذذ بصيام نهارها شكرا لله، والتلذذ أيضا بقيام ليلها مدارسة للمنزل في تلك الأيام المباركة، نقول أكيد أننا بإذن الله عز وجل سنحقق ما رتبه الله عز وجل على هذه العبادة، عبادة الخصوصية، عبادة هذه الأشياء المحبوبة، هذه العبادة المحبوبة عند الله التي فرضها علينا في رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بلغنا الله وإياكم رمضان، آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. ذكرتم بأن رمضان هو شهر التلذذ بالإيمان، وأيضا شهر التزود بالإيمان، شهر التزود بالإيمان لشحن بطارية القلب بالإيمان من خلال القرآن، وذلك من أجل إكمال السنة التكليفية الإيمانية والتي تبدأ برمضان وتنتهي بشهر شعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فما حقيقة الإيمان وماهيته، وما مدى أصل رمضان في التزود بالإيمان، ما مدى أهمية هذا الشهر الفضيل المبارك في التزود بالإيمان من أجل إكمال هذه السنة التكليفية الإيمانية بإذن الله جل وعلا. الإيمان هو ذلكم الأمر العظيم جدا الذي لا ينجو إنسان إلا إذا اكتسب هذا الإيمان، ولذلك ربنا عز وجل رتب الخسران لكل الناس، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشرية خاسرة، كل الناس ستخسر إلا من اكتسب هذه الصفة، إلا هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. بماذا آمنوا؟ آمنوا، صدقوا تصديق جازم لا شك فيه ولا ريب فيه، تصديق بالله الواحد الأحد سبحانه عز وجل الخالق. من الذي أوجدنا؟ من الذي يطعمنا؟ من الذي يسقينا؟ من الذي أحيانا؟ من الذي يميتنا؟ الله سبحانه عز وجل.
لم يخلقنا لا والدنا ولا والدتنا، ولم تخلقنا هذه الأرض، ولم ننزل من السماء، ولم يخلقنا طبيب ولا مهندس ولا أي واحد من هؤلاء. من الذي أوجدنا؟ أوجدنا الله سبحانه عز وجل. نؤمن بالله سبحانه عز وجل المتفرد سبحانه وتعالى الخالق، له الخلق والأمر، هو الذي خلق هذا الكون. كل ما تراه الآن، الشيء الذي تراه والشيء الذي لا تراه، له خالق واحد موجد واحد، هو الله سبحانه عز وجل. إذن مع عظمة هذا الكون وعظمة حتى الأشياء التي أنت تعرفها الآن واكتشفها العلم وتنظر ليها وتسمع بها، والأشياء التي هي من عالم الغيب لا تعرفها بل لا تخطر على بالك، كل هذا خلقه الله سبحانه عز وجل. هذا الخالق لم يخلق هذه الدنيا وهذا الكون عبثا، إنما خلقه الله عز وجل لغايات ومقاصد. خلقه الله عز وجل، الكون هذا كله خلقه من أجلك أنت أيها الإنسان. إذن الآن هذا الله العظيم، كل هذا الكون خلق من أجلي أنا، نعم من أجلك أنت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل حاجة لكم أنتم. ولماذا خلقني أنا خلقني لأمر واحد وعبادة الله سبحانه عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يخلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله عز وجل خلقني هذه الغاية. إذن الله سبحانه عز وجل مدام كلفنا بأمر وجعلنا غاية التي أصلا خلقنا من أجل تحقيقها، سيبعث لنا الرسل وسيبعث لنا الكتب، وهؤلاء الرسل سيخبروننا عن واجبنا، سيخبروننا عن الغيب الذي كشفه الله لهم سبحانه وتعالى، الأشياء الغيبية. قال لنا كاين جنة، كاين نار، كاين اليوم الآخر، كاين أشياء مقدرة. هذه كلها أخبرنا بها عن طريق الوحي، عن طريق هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن نحن نوقن بكل هذه الأشياء، نوقن أن هناك إله خالق مدبر سبحانه عز وجل. إذن من حق هذا الإله أن يعبد، من حقه أن يشكر، من حقه سبحانه عز وجل أن نستجيب لأوامره تبارك وتعالى. بعثنا رسلا آمنوا بأولئك الرسل، صدقوا بأن الله عز وجل هذا القادر على كل شيء، وخلق الكون وخلق هذا المخلوقات كامل، خلقها ربي سبحانه عز وجل. إذن له القدرة في أن يبعث من يشاء من عباده ليبلغ عنه سبحانه عز وجل. نحن نؤمن بذلك، نؤمن بأن الله العدل الحكيم لم يخلق شيء إلا لحكمة. خلق هذه الدنيا فيها الظالم وفيها المظلوم، وفيها الطائع وفيها الفاسق، وفيها الكافر وفيها الفاجر وفيها المؤمن، فيها الظالم الذي نراه اليوم يقتل في الأبرياء ويقصف في أولئك الأطفال ويدمر في المنازل ويسفك في الدماء، وفيها ذلك المظلوم، فيها ذلك الذي يخرج ويقول يا رب نقدم كل شيء من أجل مرضاتك. تخرج تلك المرأة يا رب خذ من دمائنا وأموالنا وأولادنا ما تشاء، خذ حتى ترضى. هل هناك عاقل يصدق بأن الدنيا هكذا تنتهي ويذهب هذا القاتل لحاله وذلك المقتول لحاله، أم أن العدل الذي هو من صفات المولى سبحانه عز وجل، بل هو العدل سبحانه وتعالى، يقتضي أن يكون يوم آخر
يقف هذا المظلوم ويجي ذلك الظالم، يجي هذا المؤمن ويجي هذا الكافر، ويوقف الناس جميعا بين يدي الله سبحانه عز وجل. نحن نوقن بذلك، نحن نؤمن بذلك. إذن هذا إيمان بالله وبكتبه وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يأتي رمضان أيها الإخوة الكرام باش يرسخن هذا الإيمان بالله سبحانه عز وجل. أنت في رمضان ربي عز وجل خبرنا بأشياء. إذا كانت أول ليلة تفتح أبواب الجنة، الذي قالها شكون؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. إذا نحن نوقن ونؤمن بأن هذه حقيقة. تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، حقيقة. تصفد الشياطين، حقيقة. لله عتقاء من النار، كاين جنة وكاين نار، ما شاء الله. نحن نوقن بذلك. رمضان يعود ينبهنا إلى هذا. يا أيها الناس، أنتم مش موجودين في الدنيا هكذا، لا، أنتم عندكم هذه الحياة دار اختبار، دار امتحان تعيشوا فيها نهارات. تدخل القاعة تاع اختبار، تفوت الامتحان نتاعك، يدق الجرس، تقدم الأوراق نتاعك، تنتظر النتيجة. يقول لنا هناك جنة، هناك نار، وهناك في كل ليلة عتقاء من النار. شكون هؤلاء الذين يعتقون من النار؟ تخيل معايا، يعتق من النار بمعنى كتب الله له الجنة، عايش معانا وفي وسطنا ويأكل معانا ويشرب معانا ويمشي للأسواق نتاوعنا ويجي صافحك ويقول لك السلام عليكم ويضحك معاك، يحضر لك في الجنازة ويمشي للعرس، وعايش مع المسلمين مع المؤمنين فيما أحل الله له. ومع ذلك هو من أهل الجنة. نأمن بها ولا ما نأمنوش؟ نحن نؤمن بها. لا، أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ليلة خير من 1000 شهر في رمضان. ليلة واحدة، ليلة واحدة الله عز وجل اختارها واجعل فيها هذا الفضل. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه عز وجل. نحن نؤمن بذلك. يجي رمضان ينبهنا أيضا إلى هذا. ينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل. علاش تقبل؟ اقبل على ما يرضي مولاك، اقبل على ما فيه مصلحتك، على ما فيه فائدتك. عندي مصلحة لما نطيع ربي، عندي مصلحة لما نطيع ربي. لماذا؟ لأني أؤمن بأنه غدا لما أقف بين يدي الله كاين ميزان فيه كفتان، الله عز وجل أعلم بكنهه، كفة فيها الحسنات وكفة فيها السيئات. يا لهذا الدرجة، لهذا الدرجة تخليني أؤمن بأن الابتسامة اللي نبتسمها في وجه خويا صدقة، وتخليني نآمن باللي تلك النظرة اللي فيها شيء من الهمز والغمز سأجدها في ميزان السيئات. وأنا صايم وأنا أؤمن بأن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. إذن الله عز وجل ينظر إلى نيتي. علاش راني صايم؟ لماذا أنا اليوم امتنعت عن الأكل والشرب؟ هل حقيقة أنا راني صايم لله؟ ولا جاء رمضان قال والله غير خلاص الجزائريين يصوموا من الصباح من الفجر ما يأكلوش غير المغرب وانتهى الأمر؟ أم أني أجدد هذه النية؟ يا رب هذا الصوم لك، يا رب امتنعت عن الشراب والشهوة والطعام لأجلك وحدك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله. فنوقن ونؤمن بأن الله عز وجل مطلع على هذه الخواطر في قلوبنا، على نياتنا. وبعدين يروح الواحد يتوضأ، يضع الماء في فمه، هو حريص بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة. يبدأ يقول لا أنا كنت فاطر كنت معليش نرمي الماء، نستنشق مليح، ننقي فمي مليح، ننقي أنفي مليح. الآن أنا صايم، ولا واحد راهو يشوفك ولا واحد ينظر إليك، لكن أنت توقن وأنت تؤمن بأن الله عز وجل ينظر إليك ويشوف القطرة هذيك. أنت حريص على أن لا تصل إلى حلقك،
ما الذي يزرعه الصيام هنا؟ زرع مراقبة المولى عز وجل، على أن الله يراقبني، على أن الله يراني، على أن الله ينظر إلي. إذا لاحظ كيف يصنع هذا الصيام، يصنع هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يصحح إيمانك بربك سبحانه وتعالى. ورمضان سبحان الله، رمضان فرصة لتصحيح كثير من المفاهيم، بداية من نظرتنا إلى رمضان، إعادة تعريف ما هو رمضان، شنو هو رمضان. أحد المشايخ شيخنا عبد الرزاق توفى رحمة الله عليه، بن سماية، كان في العاصمة قديما، فكان يوم العيد يقول لهم ذهب شهر زلابية، وداعا شهر زلابية، وداعا شهر قلب اللوز، وداعا شهر السهرات، وداعا. يقولوا له يا شيخ كيف؟ يقول لهم يا خاوتنا احنا رمضان عنا وشنو؟ يقول لهم احنا رمضان عنا شهر السهرة وشهر قلب اللوز وشهر الزلابية وشهر كذا. نحتاج اليوم إلى إعادة تعريف رمضان ولا ما نحتاجوش؟ نحتاج إلى إعادة تعريف إيماننا بالله. ما هو؟ هل مجرد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص؟ ولا لازم حقيقة نعود نشوف مفهومنا للإيمان بالله، الإيمان بالله الخالق، الإيمان بالله العليم الحكيم، الإيمان بالله الرزاق سبحانه وتعالى. ورزق يا أخي من أمر الغيب، والله من أمر الغيب. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شحال رأي تأخذنا هذا الطريق، طريق طلب الرزق، تدينا إلى المهالك، ونولوا ربما نروحوا نغشوا. أنا نروح نغش مثلا في حاجة، لو كان هذاك الوقت راني عندي إيمان قوي بأن الله ينظر إلي، تقدر صح نقدروا نغشوا في هذيك اللحظة؟ نقدروش. لكن لماذا نغشوا؟ معناها إيماننا راهو في الحضيض. رمضان يعود يعرفنا أيضا وشنه القرآن، يعرفنا وشنه القيام. كل هذا سنجده في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان رمضان فرصة أيها الإخوة لتقوية إيماننا بعد أن نجدد مفهوم الإيمان عندنا. الله في جزاك الله خير شيخنا الحبيب. إذا كان الإيمان على هذه الدرجة من الأهمية، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن. في ذلك يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ورمضان فرصة كما ذكرتم بأنه فرصة في تعلم الإيمان، ذلك الإيمان الذي يجعلنا ننطلق بعد رمضان إن شاء الله تعالى في سبل الخير جميعها، في أنواع الجهاد جميعها بإذن الله جل وعلا، حتى يكون التمكين لهذا الدين بإذن الله جل وعلا. فكيف يكون تعلم الإيمان كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن؟ كيف يكون هذا التعلم للإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال عظيم جدا وفي نفس الوقت خطير جدا. يتعلم الإنسان الكتابة، قال يروح يتعلم حروف الكتابة. يتعلم القرآن، قال يحفظ القرآن. يتعلم مهنة معينة، قال واضح أنه يصبح نجار، يصبح حداد. يتعلم أي شيء، السياقة، قال يعرف يسوق السيارة ولا يعرف يسوق الطيارة ولا يعرف يسوق أي وسيلة من الوسائل. لكن أن يتعلم الإيمان، هل الإيمان شيء يتعلم؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجاوبنا على ذلك. قلنا إيه الإيمان يتعلم، تتعلم الإيمان. منين نتعلم الإيمان؟ لما نروح نقرأ القرآن. الحديث هذا يقول لنا أمر آخر، أمر عظيم جدا، أمر خطير. جندب بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول: كنا حزاورة، كنا صغار، أولاد صغار في مرحلة قبل البلوغ أو هكذا، نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هذاك المجلس يا أيها الإخوة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا بحبيبنا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. حزاورة صغار، ما زالوا أطفال، أمام من يجلسون؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
قال فتعلمنا الإيمان. الواحد من يقول تعلمنا الإيمان بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم مثلا قل هو الله أحد، آمنوا بالله، قرأ عليهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، آمنوا بالله. هل هذا هو مقصود جندب؟ قال لنا لا، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل ما يحفظ القرآن، قبل ما يقرأ القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كأن جندب هنا رضي الله عنه وارضاه هو طفل صغير يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا المؤمنين يا أيها الناس احذروا من واحد المنهج خاطئ، واحد المنهج مقلوب على أنك تحسب الإيمان هو كم تحفظ من حروف من القرآن، كم تحفظ من سور من القرآن. احذر من أنك تفهم الإيمان بأنك تروح وتجيب إلى أقسام التوحيد وأقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. احذر من أنك أن تفهم الإيمان باللي مجرد وقيل ما تحفظ بعض الكلمات وتصبح ترددها أصبحت مؤمنا. قالنا لا، هذا خطأ. تعلمنا الإيمان، تعلمنا تلك الأصول التي نؤمن بها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجي للناس، شوف المنهج بتاعه. نعطيكم مثال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. صاب حسين بن عمران رضي الله عنه، وعمران بن حصين، وهذا حصين أو حسين بن عمران والد هذا الصحابي الذي كانت الملائكة تستقبله في الطرقات رضي الله عن أصحاب رسول الله. قال له يا حصين كم إله تعبد؟ شحال من إله تعبد؟ قال له 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال له في مفهوم الحديث ما اللي رغبك ورهبك؟ انت لما تحتاج شيء من عند من تطلبه من هذا 6 اللي في الأرض ولا تطلبه من عند هذاك اللي في السماء؟ قال له في الذي في السماء. قال له لما أيضا تحب يبعدوا عليك حاجة منين تطلب؟ من هؤلاء الذين في الأرض أم الذي في السماء؟ قال له الذي في السماء. قال له يعطيك؟ قال له نعم يعطيني. قال له يا حصين يعطيك وحده تشرك معه غيره؟ يا حصين أسلم تسلم. قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع هذا الرجل؟ هذا الرجل قال له انظر، فكر، استعمل عقلك، انت راك موجود. هذا الصنم اللي صنعته بيدك، اللي انت رحت جبت الطين ولا جبت الحجرة ونحتها وصنعت منها، درت لها راس ودرت لها عينين ودرت لها رجلين، انت صنعتها ولا انت اللي صنعتها ثم تعبدها؟ فكر. إذن هناك إله خالق عظيم سبحانه عز وجل. هذا أمر عظيم لا بد أن يتعلم. شو يدير له النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ راهو يعلموا في من هو الله. هذا الله الذي سبحانه عز وجل ما خلق البشرية إلا ليرحمها. ربي خلق البشر باش يرحمهم. جاء إبليس، جاءت الشياطين تريد أن تبعدهم عن صراط الله المستقيم. ربنا الرحيم سبحانه عز وجل يبعث الأنبياء والرسل. بعد أنت بماذا تؤمن؟ تؤمن بأن الله عز وجل يبعث الرسل، وبعث محمد عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام، وربي عز وجل ينزل الكتب، نزل القرآن. هنا راهو يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في واحد الأصول كبيرة لهذا الإيمان. لك تتآمن بربي عز وجل، تآمن كما تكلمنا من قبل برسول الله، تآمن بالكتاب، تآمن بالملائكة، تآمن باليوم الآخر. بعد يأتي القرآن
تقرأ انتايا الفاتحة اللي تقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وكم نغفلوا عن الفاتحة أيها الإخوة. شفتوا خاوتنا الفاتحة أعظم سورة هي سورة الفاتحة. القرآن الكريم ربي عز وجل جعل الفاتحة هذه أم الكتاب، أم القرآن، لكن قلما نقف مع عظمة هذه السورة. جاي التراويح نقرأوا الحمد لله، نوصل إلى آيات أخرى يتحرك فينا بعض الشيء اللي يعيشوا مع القرآن. الفاتحة ربنا عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين. ما الذي يزيدك هنا؟ القرآن. أنت لو لم تكن تعرف رب العالمين من هو، تعرف من هو الله، تقرأ هذا الآية تمر عليك هكذا. لكن أنت غرس ربى النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس الإيمان، قال لهم الله خالقكم العظيم الذي ينزل الكتب ويرسل الرسل باش يدلكم على الطريق الموصلة إليه. تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هذا الله رب العالمين، رب المخلوقات كلها، الرحمن الرحيم. هذه صفاته، أنه رحيم وخلقنا باش يرحمنا. معنى الحاجات اللي كنت مآمن بها أنايا واش كتزيد هنا؟ أن يزدادوا إيمانا. ما داش تولي إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه خلاص أنا عرفت ربي، تعلمت الإيمان، تعلمت القرآن، فازددت إيمانا إلى درجة أني قلت إياك نعبد وحدك يا رب. شفنا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين؟ قال له كيف هذا الذي خلقك والذي رزقك والذي يعطيك والذي ينعم عليك تشرك معه غيره وتجيب صنم صنعته بيدك ديروا لله شريك؟ فلا يملك هذا الإنسان إلا أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. بعد يزيد يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت تقرأ في الفاتحة لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتصبح هذا الإيمان يوصلك إلى هذه الدرجة، إلى درجة أنك تنصت لربك وهو يكلمك، تنصت إلى الله عز وجل وأنت تدعوه وهو سبحانه عز وجل يعلق سبحانه وتعالى على كلامك لا إله إلا الله. هذه الدرجة من الإيمان. لذلك أختم بالحديث المتمم لهذا في قضية تعلمنا الإيمان وعلاقته بالقرآن. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال مكثنا برهة، بقينا مدة من الزمن، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف حلالها وحرامها فنقف عند حدود الله. قال تنزل الآية، تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مؤمنين، أنا أؤمن بأني عبد لله. تأتي السورة الآن تلقيت أمر من أوامر الله، ماذا يريد الله مني؟ هذه حلال افعلها، هذه حرام اتركها، هذا حد من حدود الله إياك أن تعتديه أن تتعدى عليه. فأقف عند حدود الله. ثم أدركنا أقواما. وين هذه خوتنا؟
راهو يحكي عبد الله بن عمر، الذين أدركهم عبد الله بن عمر بعد ذلك شكون؟ التابعين، يعني الذين عاشوا مع من عاش مع رسول الله. شو نقولوا على أنفسنا احنا اليوم؟ قال فأدركنا أقواما يؤتى أحدهم القرآن يقرأه ما بين فاتحته إلى منتهاه، من الفاتحة حتى للناس، يقرأ ويختمه ويعاود يختمه ويعاود يختمه، وختمت 10 مرات وختمت 20 مرة وختمت 30 مرة، لكن لا يعرف ما يعرف أمره ولا زاجره، ما يعرف لا أوامر ربي وش قال لي ولا يطبقها، ولا نواهي هذا القرآن وزواجر هذا القرآن ينثره نثر الدقل. فلاحظوا حينما يختل المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يحدث لنا أيها الإخوة؟ لذلك الإيمان يتعلم. اجلس مع نفسك، شكون اللي خلقني؟ علاش راني موجود؟ وراني رايح؟ أنا عبد لله، ربي خلقني وضمن لي رزقي وضمن لي شحال نعيش في هذه الدنيا وين تنموت، وحدد لي أجلي وقال لي باللي رزقك والله ما تموت حتى تأكلوا. خلاص أنا أؤمن بهذا. بعد ذلك يأتي القرآن باش يزيد يعطي لي المعالم المليحة للتعامل مع هذا الشيء الذي أؤمن به. الحمد لله فزنا ورب الكعبة إذا مشينا مع هذا المنهج ومع هذا الطريق. سلامة الله. إذا كان هذا هو تعلم الإيمان الذي يسبق تعلم القرآن، شهر رمضان فرصة إذا أدعو نفسي وإياكم إلى تعلم الإيمان، إلى اغتنام هذه فرصة رمضان من أجل تعلم الإيمان، حتى إذا تعلمنا القرآن زادنا الله جل وعلا بالقرآن إيمانا. إذا رمضان فرصة أيضا لتعلم القرآن. بعد أن نتعلم الإيمان في شهر رمضان فرصة أيضا لتعلم القرآن، ولكن بالمنهج النبوي، المنهج الذي تعلم به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخبرنا كيف تعلم القرآن، فيقول: كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزها إلى العشر الأخرى حتى نعلم ما فيها ونعمل بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في رواية: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكبار التابعين مثل عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: كنا إنما أخذنا القرآن عن قوم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخرى حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. في رواية: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا عبد الرحمن السلمي هو الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يشرح هذا الحديث فيقول: والمقصود من تعلم القرآن هو تعلم حروفه ومعانيه جميعا. ثم قال: بل المقصود الأول هو تعلم معانيه. قال: بل المقصود الأول هو تعلم معانيه، لأن ذلك هو الذي يزيد الإيمان. فهذه الآثار وهذه الحديث وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كيف يجب علينا نحرص على تعلم القرآن نحن وأبناؤنا حتى يظهر أثره في سلوكنا، يظهر أثره في أمتنا، يظهر أثره على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة بإذن الله جل وعلا.
الله فيك. القرآن إذا انظرنا أيها الإخوة إلى شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وعلاقته بهذا الأمر العظيم الذي كان يتكلم عنه الشيخ عبد الرزاق، الله عز وجل لما كلمنا عن رمضان وش قال؟ شهر رمضان، كأنه نقطتي التعريف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله عز وجل هنا يقول لنا رمضان هذا له شأن عظيم وله مكانة عظيمة عند الله، والشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم. لكن لماذا؟ فيقول لنا ربنا عز وجل الذي أنزل فيه القرآن. كانت له هذه المكانة لأن القرآن أنزل فيه. نتكلم عن رمضان وعن الليلة التي في رمضان التي هي خير من 1000 شهر. قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. هي خير من 1000 شهر لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن. كأن الله عز وجل ينبهنا أيها الأفاضل هنا إلى عظمة القرآن، إلى عظمة هذا المنزل في شهر رمضان الذي هو كلام الله. وأنت تغرس الإيمان في قلبك وتؤمن بالإله الواحد العظيم سبحانه عز وجل القوي الحكيم، وبعدين تبدأ تتكلم عن عظمة هذا الكلام الذي يأخذ عظمته من أي جانب؟ من جانب أنه كلام الله، أنه كلام العظيم سبحانه وتعالى. فأول حاجة أيها الإخوة لابد أن نركز عليها باش نتعلموا القرآن بهذا المنهج الذي كان يتكلم عنه الشيخ عبد الرزاق هو معرفة عظمة القرآن الكريم، معرفته على أنه كلام الخالق سبحانه عز وجل، وبالتالي الفرق بينه وبين كلامنا وكلام العلماء والحكماء والفلاسفة والبشر جميعا كالفرق تماما بين هؤلاء الخلق والخالق سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. عظمة هذا القرآن تخليني أوقن بأن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا ليأخذ بيدي إلى صراط الله المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بالتالي نروح ونتبع وننظر إلى هذه الآيات التي تتكلم عن عظمة القرآن. القرآن حكيم مجيد عظيم. القرآن هذا الذي قال الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لو الله عز وجل نزله على الجبال هذه كان يجعلها دكا. نعم، لكن شاء ربي عز وجل أن يجعل هذا القرآن أثره على قلبي أنا. هل قلبي في هذه الشدة اللي في هذه الجبال؟ هل قلبي في هذه القوة التي موجودة في هذه الجبال؟ لا شيء قلبي أمام هذه القوة الموجودة في هذه الجبال. لكن ربي عز وجل قال: لو شاء الله عز وجل أن ينزل هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا القرآن عظيم، يمكن أن يغيرني، يمكن أن يأخذ بقلبي. اسمع مثلا إلى الآية الأخرى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الموتى يحياه إذا سمعوه، والأرض تتشقق والجبال تنهد، وأنا ما الذي سيحدث لي وأنا أقبل على القرآن؟ وانت داخل إلى رمضان وداخل إلى مدارسة القرآن في ليالي رمضان وجاي باش تسمع إلى صلاة التراويح، أو انت رايح تمسك كتاب ربك عز وجل. أول الأشياء التي لا بد أن تستعد بها للقاء القرآن هو هذا الجانب، وهذا من الإيمان. أولا ليزداد إيمانك
لما تستمع إلى القرآن. وكم خوتنا يحدث لنا هذا، إنسان جاي يصلي، الله راح يحكم المصحف تاعه باش يقرأ، عنده مشكلة، عنده هم من الهموم، ينظر إلى هذا الأحوال وحال البشرية اليوم، ما المخرج؟ أنا كيفاش نقدر نصيب حل المشكلة اللي راني نعيشها؟ قلبي والله راهو متضايق، قلبي راهو قاسي. خليني نروح أفتح المصحف وأقرأ كلام ربي وأبث همومي لربي سبحانه عز وجل، وأتلقى الإجابات من عند ربي. وأنا موقن، هذا الشيء الأساسي أيضا، موقن بأن الله عز وجل الآن يكلمني. رايح للقرآن الآن وأنت تمسك بالمصحف، ربي الآن ويكلم فيك. تقول لي كيف؟ القرآن هذا عنده 15 قرن من اللي ينزل. نعم عنده 15 قرن من اللي ينزل. أنت تؤمن بأنه صالح لكل زمان ومكان، تآمن بأن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن الكتاب الخالد كخاتم لكل الرسالات السابقة، لأن الله عز وجل يجعله هاديا لأبي بكر، ويجعله هاديا لك، ويجعله هاديا لآخر واحد راح يكون في هذه الدنيا. وانت تقبل على هذا وتقول إذن أنا الآن أني رايح للقرآن بإذن الله عز وجل أجد فيه الشيء الذي أبحث عنه. وانت رايح تسمع للقرآن بهذا الإيمان خوتنا، بعد تجد أن الله عز وجل يسمع نجواك. تقرأ مثلا تمشي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تسمع في هذه الآية بتقول هذا المرأة جت للنبي عليه الصلاة والسلام، هي جت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمنا عائشة كانت حاضرة. أمنا عائشة قالت والله ما سمعت حاجة، كانت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وربي يسمعها سبحانه عز وجل. وأنا يسمعني ربي، يسمعك ربي يعلم ما في قلبك، يعلم ما في قلبك، يعلم ربي عز وجل الشيء الذي يحيرك، يعلم ربي عز وجل الشيء الذي يحيرك. وانت تقبل على هذا القرآن وتدبر القرآن وتعيش مع القرآن بهذه الكيفية. الحمد لله رب العالمين. الآن أنا فهمت هذا، ماذا نروح ندير؟ معليش نحفظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لكن تخيل معي، أنا ما حدثت نفسي بهذه الأشياء وحفظتها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شحال كاين فارق بيناتهم خوتنا، فارق عظيم جدا بين أني الآن أنا رحت وسجدت بين يدي الله، قلت له يا رب أشتكي من كذا، يا ربي أريد كذا، يا ربي أنت ناصر المستضعفين، انصر إخواننا في غزة. وتقولها بهذا الحرقة، بهذا الإيمان، بهذا أن الله يسمعك، والذي يسمعك هو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. هو القادر وهو الحكيم وهو العليم وهو الذي لا يعجزه شيء. فهذا أيها الإخوة الكرام فرصة لنا، فرصة باش نعاودوا نشوفوا كيف نتعلم هذا القرآن، وما هي المنهجية لتعلم كلام ربنا سبحانه عز وجل، ونولوا حقيقة كما قال الشيخ هذاك الذي مر عليه أولئك الصحابة في تعاملهم مع كتاب الله، وكيف انتفعوا بالقرآن الكريم. أيها الإخوة الأفاضل، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيبي على هذا التفسير وهذا الشرح المفصل بفضل الله جل وعلا لكيفية تعلم الإيمان وكيفية تعلم القرآن. فالمنصت للأذان بإذن الله جل وعلا كما كان سلفنا ينصتون للأذان، فقد ثبت عنهم أنهم كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن، وذلك من أجل أن تتحرك فيهم مشاعر الشوق إلى الصلاة ليحسنوا أداءها وإقامتها والخشوع فيها بإذن الله جل وعلا. نستمع
لكلامكم عن الإيمان وماهيته وضرورة تعلمه وكيفية ذلك وضرورة تعلم القرآن وأهمية ذلك بإذن الله جل وعلا، كيف أن رمضان فرصة لنا وكيف أن رمضان فرصة لنا جميعا من أجل تعلم الإيمان والتزود به وتعلم القرآن بإذن الله تعالى. ولكن رغم أننا جميعا عازمون على تعلم الإيمان في شهر رمضان وعلى تعلم القرآن في شهر رمضان وعلى الحرص على ذلك بإذن الله جل وعلا، إلا أن هناك عوائق وعوائق ونصوص تعترضنا في شهر رمضان. نعزم على اغتنامه من أجل تعلم الإيمان وتعلم القرآن، من أجل أن يكون رمضان مدرسة للتغيير، من أجل التمكين للإسلام والمسلمين، ثم نجد أنفسنا محاصرين بهذه النصوص تسرق أوقاتنا وتسرق أعمارنا وتسرق إيماننا وتسرق جهدنا واجتهادنا. أي هذه النصوص وكيف السبيل للخلاص منها والتخلص منها والابتعاد عنها بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام هذه السلعة غالية وما دامت أنها الفرصة التي ربما لا تتاح لنا بعد هذه الفرصة، العاقل هو الذي يحصن صومه أيها الإخوة الأفاضل، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يفسد هذا الصوم. أحد الأعراب قيل له رمضان مقبل، قال لأبددنه بالسفر. ماذا يريد هنا؟ يريد التفلت من رمضان. لماذا يقول هذا؟ لأنه لم يعرف ولم يتعرف على عظمة شهر رمضان المبارك وعلى عظمة الفرصة، على عظمة ما يعطى للصائم في ذلكم الشهر المبارك الكريم. يروى عن يحيى بن يحيى الليثي الذي رواية موطأ الإمام مالك المنتشرة عندنا عن طريقه، لما ذهب إلى مالك في المدينة المنورة وكان جالس عنده، وبعدين سمع الناس فيل مار أمامهم، خرج كل الناس لينظروا إلى الفيل، لكن يحيى بن يحيى الليثي بقي عند الإمام مالك. فقالوا الإمام مالك لماذا لم تخرج؟ قالوا يا إمام كم عندنا من الفيلة في الأندلس، أنا جئت إلى الإمام مالك وهم خرجوا إلى الفيلة أو إلى الفيل. يحيى بن يحيى الآن لما تروح تقرأ الموطأ تجده هو الذي نقل موطأ الإمام مالك رحمه الله للآفاق. أين أولئك الذين خرجوا إلى الفيل؟ لا يعرف الناس أسماءهم. إياك وهذه الفيلة كما قال الشيخ، سماها لصوص، التي تصرفك حتى لا تذكر بعد ذلك عند الله سبحانه عز وجل. رمضان فرصة. تخيلوا معي أيها الإخوة، كثير من اللصوص، كثير من قطاع الطرق، كثير من الأشياء التي يحرم بسببها الإنسان من نفحات رمضان. وانتم أخوتنا تعرفوا أيها الإخوة الشيء العظيم خسرانه عظيم. لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر قال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين. سئل الحبيب عليه الصلاة والسلام على ما أمنت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى رغم أنفه، بعد، خاب وخسر. روايات في الحديث، في روايات كلها لهذا الحديث. قال من أدرك أبواه، الواحد اللي أعطى ربي عز وجل في عمر والديه ولم يكونا سببا في دخوله الجنة، أو واحد منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يعني هذا الأمر دعوة جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة مستجابة. ثانية خاب وخسر رغم أنفه، بعد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الذي سمع اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله على رسولنا الكريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. الثالثة أيها الإخوة، خاب وخسر رغم أنفه، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. يا ذيك الخسارة الكبيرة. ربي أنعم عليه وأطال في عمره وبلغ رمضان، ثم بعد ذلك يخرج من رمضان ولم يغفر له. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. فالإنسان حينما يفقه أن هذه فرصة عظيمة يبتعد عن كل شيء يمكن أن يبدد هذاك الصوم نتاعو، يذهبه هكذا، صام ومكلاش ومشربش وجاع وعطاش، وبعد ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وليس له من قيامه إلا التعب والنصب. أول حاجة لا بد للإنسان أن يحذر منها هو تلك النية المغشوشة. أول حاجة خوتنا لازم نراقب نياتنا. لماذا أصوم؟ كيف أصوم؟ أسئلة لابد أن تطرحها على نفسك اليوم. معليش راح نصوم رمضان؟ لأنه رمضان وصل، قال شفنا الهلال راح نصومه، أم أني راح نصومه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله كتبه علي، الله أمرني به، الله خالقي، الله الذي يحييني والذي يميتني والذي سأقف بين يديه هو الذي أمرني بهذا. إذن سأصوم من أجله وله وحده، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لي، معنى هؤلاء المنتسبون، هؤلاء الصائمون منتسبون لله، أضافهم له تشريفا سبحانه عز وجل. إذن كيف أنا أصوم لعادة؟ كيف أصوم أنا لأن الناس كلهم راهم صايمين؟ لا، أصوم لله. فاحذر من أن تصبح هذه النية مغشوشة وما تراقبش نفسك. والنية حاجة خطيرة أيها الإخوة. أحد الصالحين ماذا يقول؟ يقول وهو يتكلم عن العبادات، حينما في كثير من الحالات يفقد الإنسان النية فيها. ربي عز وجل وش قال؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الصلاة ولا الإنسان ويل له وهو يصلي. اللي تخص هنا وش يخوتنا؟ تخص النية، يخص الصدق مع الله. أنتم تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم، الحديث الذي ينقله لنا سيدنا أبو هريرة، وكان كي راح يحدث به يغمى عليه ثم يريد أن يحدث به فيغمى عليه. ذلك الذي خرج للمعركة وقاتل وقتل، وذلك الذي كان عنده مال وينفق المال نتاعو في أبواب الخير، وذلك الذي كان يقرأ القرآن وعالم ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعلم الناس ويشار إليه بالبنان. هذاك اسقط في المعركة، وهذا حياته كامله هو يقرأ القرآن ويعلم الناس، وهذا حياته كامله هو ينفق ماله في كل أبواب الخير. لكن كان تنقصهم حاجة، بلسم القبول، النية الصادقة. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. يا لطيف، صلى الله عز وجل العافية، لطف بنا يا رب. تخيلوا معي هنا لما تفسد النية يخسر الإنسان عمله. يقول لي هذا الصوم شهر كامل ماكله ما شرب وتعب وغير ذلك وما ماكش لا شيء. فقال أحد الصالحين وينبهنا لهذا، يقول لك عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات.
عبادات أهل الغفلة عادات، عادة. اسمع الآذان نروح نصلي، ما هي نيتي، ما هو قصدي؟ صلي، الناس يتصلي. حق رمضان راح نصوم، الناس راح تسجل الحج، راح نسجل الحج. خرجت في القرعة راني رايح. لكن هذه النية وصدق النية مع الله وأعمل العمل هذا لوجه الله وحده سبحانه عز وجل، يفتقدها الإنسان، فتولي هذه العبادات عادات. بينما عادات أهل اليقظة، عادات الصادقين، عادات الذين يراقبون نياتهم، عبادات. تلاقى مع خوال هي ابتسم له. علاش ابتسمت له؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام قال ابتسامتك لوجه أخيك في وجه أخيك صدقة. جيت خارج تخشاش عليك، بعدتها نحيتها من المسجد. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، القذات ندفنها في المسجد صدقة. رحت ننام، راح ننام باش نرتاح، وغدوة إن شاء الله بإذن الله نقوم نذكر الله، نروح نعمل، نجيب اللقمة الحلال، ونصلي صلاتي، وأخدم بلدي وأخدم ديني هي عادات. هذا رايح يتزوج، عند الناس عادات. هو نواها في سبيل الله، زواج عبادة، ابتسامته عبادة، نوم عبادة. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الإنسان إذا راح ينام ونوى باش يقوم إلى صلاة الصبح وغلبته عيناه ما فطنش، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل وش يكتب؟ يا إله، كان صادق، يكتب له ربي عز وجل على أنه يكتب له قيام الليل وكان نومه صدقة عليه من ربه. زيد ربي سبحانه يكتب له على أن نومه صدقة. هذه الحاجة الأولى خاوتنا اللي نحذر منها نياتنا. وأشياء أخرى اليوم ننبهوا لها على جناح السرعة خاوتنا. ها هو المصيبة الكبيرة تاع اليوم، أكبر مصيبة رانا نعانو منها، ونقدروا نقولوا باللي نحكي على نفسي أنا الأول ومن بعد نجي لكم. هذا الهاتف راه مصيبة كبيرة رانا نعانو منها. كم نضيع أوقاتنا معه، في بعض الحالات نضيعوها في أشياء بالك نستفادوا منها شوية، بصح ما يفوتون أكثر منها. وفي بعض الحالات في أشياء تافهة، وفي بعض الحالات في أشياء محرمة، نعوذ بالله من ذلك. تخيل معي في ليالي رمضان ومن بعد الناس قايمة بين يدي ربي ولله عتقاء من النار في كل ليلة، وانا واحد مسكين حاكم فيديوهات ويشوف، واحد حاكم لعبة ويلعب، واحد إكا ولا غير راني نجيب في الوقت. علاش نقولوا هذا الكلام؟ لما غاب عنا عظمة هذا الوقت، هذيك اللحظة راه غايبة علينا العظمة نتاعها، ضيعناها في أشياء خوتنا تافهة. ولذلك مليح ننتبه لنفوسنا في رمضان، نقص ما استطعت، نقص ما استطعت. الحوايج على الحرام والحوايج هذوك في رمضان وفي غير رمضان. أنا نحكوا لخاوتنا ربي يحفظهم، اللي رانا ممكن نستعملوه في كثير من الحالات في الأشياء المليحة معليش، لكن اللي راح نضيعوه أفضل وأفضل 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 من اللي ربما راح نستفادوه. أمر الآخر خوتنا، النظرة تاعنا في رمضان ما تفسد صومك انت في رمضان، ومازلت تفرج لي المسلسلات والافلام، ومازلت تشوف لي سكاتش، ومازلت تخزر لي فيه للمرأة اللي تعرض في التلفزيون. رانا صايمين. هذه من المصائب اللي الآن مسلطة علينا. استدرك رمضان كما قال أحد العلماء، قال سبحان الله كي سلسلة شياطين الجن شياطين الإنس انتقموا لهم، ولا كاين واحد الإعداد الرمضان ما كاش كيما هو في غير رمضان. لذلك يبداك في كل الأوقات الفاضلة، حتى في وقت الفطور اللي من المفروض نكثروا الدعاء، نكثروا هذاك الوقت واش راهم يديروا لنا؟ هذيك حوايج اللي تضحك، سكاتش، كاميرا
مخفية، كثير من هذه الأشياء. ولك أن تتخيل كم تضيع أوقاتنا أيها الإخوة من هذا السمع. رمضان شهر القرآن، روح نسمع فيه حاجة واحدة أخرى. تخيلوا معايا إمام مالك رحمه الله قال لك كان كي يوصل رمضان يحط الحديث بجيه ويحط الفقه بجيه ويحط كل حاجة بجيه. على من يقبل؟ على القرآن رضي الله عنه. عالم يحتاج الناس الفقه ويحتاج الناس الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال لهم سمحوا لي، شهر رمضان ربي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنا راح نصوم نهار رمضان شكر لله على إنزال القرآن، وراح نقوم رمضان أيضا شكر لله ومدارسة للقرآن في الليالي التي أنزل فيها. وتخيل معي وانت تستشعر هذا في رمضان، رايح في نهار راني صايمين يا عم ربي عز وجل، يا ربي هذا الصوم لك، صوم لوجهك وحدك. ومن بعد زيد في ليالي رمضان ولا حتى في رمضان كله وانت تقرأ في القرآن تقول إيه رمضان نزل في القرآن نزل في رمضان وانا راني في رمضان، وتستشعر هذه المعاني. تخليك خويا باش ما تزيدش تقول كلمة واحدة أخرى ولا تسمع الحاجة واحدة أخرى ولا تنظر لحاجة واحدة أخرى. الأسواق اليوم منين نروح نجيب زلابية؟ يا وقع حقا واحد الزلابية راهي في بوفاريك، الاخر يقول لي والله غير موالف هذاك، لا نفتح واحد جديد يا ودي باش تجيب الزلابيه لازم لك تروح على 10 تاع الصباح. الاخر يقول لي والله غير قلب اللوز هذاك تاع بو اسماعيل والله غير راهو غالي 10,000، بصح نقول لك حاجه والله غير حبه. ومن بعد نضيعوا اوقاتنا مع مثل هذه الاشياء. وبعضنا نروح نضربوا دوره للسوق. واش راح ندير في السوق؟ نروحوا نجيبوا شويه وقت مازال الحال. درك حنا وين راح نروحوا؟ نضربوا دوره ثم نضربوا طله ونجو، وحنا ناسيين باللي شحال خاوتنا رانا نضيعوا في حوايج خطيرة، في أوقات عظيمة جدا ضيعناها في السوق، في القصرة، مع التليفون، مع التلفزيون، مع مانيش عارف التسوق، مع النظرة اللي مش مليحة، مع السمع اللي مش مليحة. فهذه لصوص أيها الإخوة، الصحبة السيئة. من اليوم أختم بهذه الشيخ عبد الرزاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقص لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. الحديث هذا زيادة على ذكر لنا مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل، يصنع لنا منهج عظيم جدا. شكون صاحبك اللي راح تديروا معك في رمضان؟ موجد واحد، موجد أصحابك اللي راح تمشي معاهم في رمضان، تصوم معاهم وتروح تصلي معاهم التراويح، تتهجد معاهم وتدير معاهم بالخير، ولا ماكش موجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربي يبعث له جبريل يجمع. شكون هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي بعث له جبريل عليه السلام باش يدرسوا القرآن في كل ليلة. وإحنا ضعاف اللي متعثرين في كل حاجة ما نقدروش نوقفوا، ما نش نخيروا مع حنا. زيد واش دير مع أصحابك؟ يدارسه القرآن، وإنت في رمضان وفي كل ليلة زمن وصاحب وموضوع. كأنه يقول لنا اختاروا الزمن، حدوا أزمنة تحكم مليح. واش راح ديروا في رمضان؟ دير البرنامج تاعك، اختار الصاحب نتاعك، اختار المواضيع اللي حديرها في رمضان. هكذا جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نتغلبوا على هذه النصوص اللي نبهنا لها شيخنا عبد الرزاق. جزاك الله خير شيخ حبيب. شيخ حبيب، رمضان نحن سنصوم وعندنا مائدة الإفطار، عندنا مكان نصلي فيه التراويح، عندنا مكان نصلي فيه الصلوات الخمس، عندنا مكان نأوي إليه يؤوينا ننام فيه بإذن الله جل وعلا. إخواننا في الدين في غزة ليس لديهم كل ذلك. كيف يمكن أن نغتنم رمضان بعد أن نحصل الإيمان ونحصل تعلمه وتعلم القرآن؟ يظهر ذلك في أثر
نصرتنا لهم، النصرة التي تبرأ بها ذمتنا وتنفعهم بها في هذا الشهر الكريم المبارك. باختصار شديد. نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. أولا نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يكشف كرباتهم. هذه الأولى خوتنا، وهنا أول حاجة نحث بها أنفسنا هو أن هذه القضية قضيتنا جميعا. الشيء الأول اللي لازم خوتنا في رمضان وفي غير رمضان، لا بد أيها الإخوة أنه كل واحد من المسلمين اليوم، لأن احنا مسلمين، احنا مؤمنين. وش قال علينا ربي عز وجل؟ إنما المؤمنون إخوة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معناها الذي لا يشعر بأن هذا أخوه راه انكر عضو من جسده. هل فينا واحد اليوم عاقل صح يقدر يده تتنحله ما يتأثرش؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه عجيب أيها الإخوة، وهذا يعود يحثنا وينبهنا إلى أن اللي مازال في قلبه حياة، نحكوش على الموتى، الذي لا يشعر والذي لا يحس بإخوانه، الذي لا يحمل هم إخوانه، هذا ميت، هذا ميت خوتنا. نحكوا على خوتنا الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه. بينا ربي عز وجل باللي كاين ناس يمشيوا بصح هما موتى، يمشي فوق الأرض، صيبوا بالك يتكلم ويتبختر وغير ذلك، ولكنه ميت. نحن نحكي على الأحياء. الحي يشعر بإخوانه، هذه قاعدة. ثم احنا داخلين رمضان، أنا راني رايح نصوم الحمد لله كما قال الشيخ، عندي داري، عندي وليدتي، ربي يحفظ لنا خوتنا جميعا ويحفظ الأمن لهذا البلد ويحفظ النعم التي عندنا، ونسأل الله عز وجل أن يعممها على جميع المسلمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. هذه كلها عنا والحمد لله. أنا راح نصوم أمامي طعامي وشرابي اللي راح نديره في المغرب. خوتنا راهم يصوموا إجباريا يا أيها الإخوة، ما عندوش وش يأكلوا، يموتوا بالشر. إذا كان أنا الآن هذا وما خلانيش نشكر ونكون شاكر لله سبحانه عز وجل على هذه النعمة، ماني صايم. عنده سيارة بيضاء قبل المسجد، صاحب المنزل قال لك ما تحريها واصل. نعم واصل. سيارة بيضاء قبل المسجد خرج بها، سيارة بيضاء قبل المسجد خرج بها واصل. فقلنا يا أيها الإخوة معناها إذا كان أنا هكذا ومانيش شاكر لله سبحانه عز وجل على هذه النعمة، مانيش مع خوتي. أنا استشعر نعمة الله عز وجل علي ونشعر بخاوتي كيف راهم. أحد الصالحين يا أيها الإخوة، مش تشوفوا الناس لما كانوا حقيقة يستشعرون نعمة الله عز وجل، كان يقدم واش يقدر ويؤدي ما عليه، ومن بعد كي ما يلقاش واش يدير، إذا كان البرد يخرج برا ينحي الثياب تاعو يقول له يا رب استغفرك من كل كبد جائع، من كل جسد بارد بردان، ما عنديش نقدر ندير والو. أديت لهذه الدرجة يشعر الإنسان بإخوانه. هذا أمر أساسي أيضا أيها الإخوة، ما لازمناش نحيو المشاعر هذه تاعنا. هذه المشاعر هي التي يصنعها الإيمان، مشاعر الرأفة والرحمة وحب الخير للناس وحب نصرة الناس وحب أننا نفرج على إخواننا. أمر آخر، أنا الحمد لله شهر رمضان هو شهر النفقة، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان من فرض النقص فيه المصاريف، للأسف احنا نزيد فيه المصاريف. خلينا ندربوا على حاجة. هذا العام هذا يا سيدي قال كي خوتي راه ماهوش ياكلوا، أنا ما نقدرش الآن نحي مبلغ مالي من عندي، معليش قليل كثير، نحي شوية، لأنه ربي سبحانه عز وجل راح يؤجرك. نتكلموا على الفرصة تاع رمضان، من فطر صائما كان له مثل أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيء. كي تنحي أنت هذيك، أنت عندك رأس مالك 1,000,000، نحيت 10,000، هذاك 10,000 من 1,000,000
راهي تسوى المليارات من مليارات اللي عنده. هذيك 10,000 تكشف هي صغيرة، لكن عند الله عز وجل عظيمة، وانت عندك أفضل، راح تخرج أفضل. هذه فرصة. ثاني، الإنفاق بالمال، والحمد لله ذي من نعم الله عز وجل علينا في بلادنا. الحمد لله تروح قدم المال تاعك للجهات التي مسموح لها بذلك، وانت واش درت؟ انت جاهدت بمالك. وش قال ربي عز وجل؟ جاهدوا. ربي هو الذي أمرنا باش نجاهدوا بأموالنا وأنفسنا. زيد النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله فقد غزا. إذا الفرصة تاعك. انت كتقول باللي وكان يفتحوا لي، وكان نلقى الفرصة نروح نقاتل اليهود، وكان كذا ورانا مع خاوتنا. الحمد لله هذه مليحة. لكن نقول لك حاجة، الذي ما استطاعش باش يقدم المقدور عليه دركا، ما تقدرش تقدم الحاجة الأخرى اللي الآن ماكش قادر عليها. هذه قاعدة. إذا كان اليوم قادر تمد ماله ما قدرتش وما مديتش، غدوة زعما كي تولي قادر تمد جسدك بدنك تمدو، تقدرش تمدو. فلذلك هذه أيضا خوتنا في رمضان نديروها. الأمر الآخر، احنا حنصوموا في المائدة كي نجو راح نفطروا. الحمد لله قدرت تتقدم وقدرت تعاون خاوتك وقدرت تحمل هذه المشاعر، والحمد لله ما تفطرش على حوايج اللي انت تعرف باللي يا ودي هذوك السلع، هذيك الأموال اللي شريتها انت بها راح تروح الصهاينة يديروها رصاصة ويقتلوا بها خاوتك. تقاطع الأشياء اللي انت تعرف باللي هذه تروح للكيان الصهيوني. وهذا خاوتنا، هذا أمر أساسي ثاني وعظيم، ما تظنش باللي صغير، هذا أمر عظيم. والأمر الآخر، ولا أطيل على إخواني أكثر من هذا، هو أيضا ما تنساش خاوتك. انت عندك دعوة مستجابة في رمضان. ربي عز وجل في وسط آيات الصيام جعل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يا إلهي. وفي الحديث إن للصائم دعوة ما ترد. وفي الحديث أن الصائم حين يفطر عنده دعوة ما ترد. فلا تنسى إخوانك بهذاك الدعاء أيضا في رمضان، في شهر القرآن، في شهر استجابة الدعاء. بلغني الله وإياكم رمضان ووفقنا فيه لصالح الأعمال. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. ختاما كسؤال ختامي بإذن الله جل وعلا، بقي أسبوع شهر رمضان، وعمرو بن قيس رحمه الله كان يقول: طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. هل يكفينا هذا الأسبوع لنصلح أنفسنا من أجل اغتنام شهر رمضان باستقامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، من أجل أن يكون مدرسة للتغيير الجذري بإذن الله جل وعلا، ليكون منطلقا للتمكين الإسلام المسلمين؟ كوصية أخيرة، ما المطلوب مني في هذه الأيام الأخيرة التي قبل رمضان استعدادا لهذا الشهر الفضيل بإذن الله جل وعلا؟ جزاك الله خيرا. الشيخ عبد الرزاق قال: هل تكفي؟ نعم تكفي، إذا صدقنا النية مع الله سبحانه عز وجل. يا أيها الإخوة، رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، دائما كان يسأل الصحابة عليه باش ينبههم إلى واحد الأمر أساسي. يقول لهم: هل تعرفون ذلك الذي دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة؟ فكان الصحابة يتساءلون، يقولوا الناس اللي كانوا مع سيدنا أبو هريرة يقولوا: رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة؟ قال لهم: نعم. فإذا شافهم باللي لم يستطيعوا أن يجيبوا قال لهم: هذا الرجل كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي إلى الإسلام، ولكن كان عنده سبب أنه ما حبش يدخل في الإسلام. ما هو؟ كان عنده أموال كبيرة ولكنها أموال ربوية. فكان دائما يأتي الشيطان للإنسان: اصبر، كي تجيب مالك تجيب دراهمك
وتوب. شتو حنايا الحالة اللي عنا، استنى مازال كاين يومين، مازال 3، مازال 4، مازال سمانة رمضان، مازال 5 أيام، مازال 4 أيام، وحنا ما استعديناش إلى رمضان حتى يقولوا لنا هم شافوا الهلال. فيأتي الشيطان، هذا الشيطان يأتي لهذا الرجل يقول له أنت عندك مال وعندك أموال كثيرة، يقول له دخلت الإسلام إذا خلاص المال تاعك واش راح يجي. فكان هذا هو في غزوة أحد راح يزور أهله أبناء عمه، سأل عن فلان قيل له خرج إلى أحد، سأل عن فلان الآخر قيل له خرج إلى أحد، الثالث قيل له خرج إلى أحد. البس لباس الحرب وخرج إلى المعركة. رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إليك عنا يا عمرو، بعد علينا. قال لهم والله إني أسلمت، إني آمنت. ودخل إلى المعركة. في نهاية المعركة أصيب بجراح قاتلة. جاءه الناس قالوا له هل خرجت حمية لقومك أم خرجت لله ولرسول الله؟ قال بل خرجت لله ولرسول الله، ومات. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هو من أهل الجنة. الشاهد عندنا هنا، لاحظوا كم تكفيك لحظة مشي أسبوع، تكفيك لحظة في أن تدخل إلى الجنة إذا صدقت مع الله سبحانه عز وجل. اصدق. لكن من يدري ما هي لحظتك؟ شكون راح يقول لك بلي تبلغ رمضان انت؟ من يدري أنك سيمد الله عز وجل في عمرك وتوصل للاثنين الجاية ولا 3؟ من؟ ولا أحد. إذن الآن هذا أول شيء لازم تديره في بالك. أي لحظة قادر يقول فلان رحمة الله عليه. زيد ادعي ربي سبحانه من قلبك يا ربي بلغني رمضان، وعيش هذيك الأشواق وانت رايح رمضان. حتى وإن لم تصل إلى رمضان وصلت إلى رضا ربي رمضان سبحانه عز وجل. رمضان فرصة يعطيها ربي عز وجل. انت إذا صدقت النية وصلت رمضان، ما وصلتش راك في الطريق إلى الله سبحانه عز وجل. فاصدق النية واستعد وادعي ربي سبحانه عز وجل. ثم دير في بالك مليح الحالة اللي تعيشها الأمة اليوم. بالك يا خوتنا، بالك ذنوبي أنا اللي راهي الأمة تاعي دايرة اليوم هكذا. تبرأش نفسك وما نبرأش أنا نفسي. بالك أنا ابن قتيبة ابن قدامة رحمه الله ذكرنا واحدة القصة نذكرها الاستئناس معليش، ولكن ناخذ منها العبرة. في زمن موسى عليه السلام القوم منعوا القطر من السماء بسبب واحد في وسط 70,000، ومعهم شكون؟ معهم موسى عليه السلام. ودعا ربي عز وجل موسى عليه السلام وما طاحش الشتاء. قالوا يا ربي قلت لنا ادعوني استجب لكم. قال له في وسطكم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، قل له يخرج من وسطكم واسقه. فقال موسى يا من تبارز الله عز وجل بالمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بيننا. رجل انظر يمينا شمالا الفوق لتحت، عرف باللي هو المقصود. قال له يا رب عصيتك وكنت تسترني، واليوم تبت إليك فاقبلني. سقط المطر. موسى قال له يا ربي بما سقيتنا؟ ما خرج حتى واحد. قال له سقيتكم بالذي قد كنت منعتكم. اللي اليوم ولا سبب نزول الغيث هو الذي كان سببا البارحة في الجفاف. قال له يا ربي أرني أنظر إليه. قال له يا موسى سترته وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني. فربما بالك المعصية تاعي سبب في تأخر النصر، سبب في الحالة اللي تعيشها الأمة تاعي اليوم. بالك توبتي وتوبتك بها ربي عز وجل يرحم هذه الأمة. ثباتي وثباتك ربي عز وجل يرحم بهذه الأمة. أختم خوتنا بقصة ذكرتها لإخوانكم في مسجد آخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الصحابة رضوان الله عليهم، وسمع الناس قافلة جاية من الشام. فخرج الناس
وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في رواية مسلم وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تتابع الناس وخرجوا ولم يبق إلا 12 رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر وعمر، قال لو تتابعتم حتى لم يبقى معي أحد لملأ أو لسال هذا الوادي نارا. الشاهد عندنا وجود هذوك 12، وكل واحد منا لازم يدير روحه هو في بلاصة 12. وجود هذوك 12 مع النبي عليه الصلاة والسلام وثباتهم، ربي عز وجل رحم الأمة بسببهم، وبعد هذاك أبعد العذاب عن أهل مكة جميعا بسبب بقاء 12 واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا الله وإياكم أيها الإخوة. حوار إيماني شيق ولكن الوقت ضيق. نشكر الله جل وعلا ونحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشكر شيخنا الحبيب شيخنا الفاضل الشيخ محمد العالي جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر روادة المسجد وكل الحضور على هذا الصبر معنا في هذا الحوار الإيماني بإذنه جل وعلا. نشكر أيضا شيخنا الحبيب الفاضل شيخ جلال إمام مسجد بن جلوب بن العيد على تواضعه وحضوره معنا بهذا الحوار الإيماني. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا فهما وعلما وعملا. نسأله جل وعلا يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يستعملنا في نصرة عباده المستضعفين نصرة تبرأ بها ذمتنا وتنفعهم بها، وأن يستعملنا جميعا في خدمة دينه والتمكين للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله فيك.